لنقرئنه نساءنا. لماذا لم يقل لنقرئنه رجالنا؟ لأنه لا ينتقل إلى النساء إلا بعد حفظ الرجال، ولذلك النساء شقائق الرجال، وهذا فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم المرأة، وأنه هو هديه عليه الصلاة والسلام. ذلك لما جاءه النساء وقالوا يا رسول الله غلب الرجال على حديثك فاجعل لنا يوما، جعل لهن يوما صلوات الله وسلامه عليه. فالمرأة تحتاج أن تتعلم أمور دينها وما يتعلق من شرائع، ما يكون من شرائع الإسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فهذا كله يدل على أن المرأة تحتاج إلى العلم. وقالت أم عطية كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور من النساء. لماذا؟ من أجل أن يشهدن، قال ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، حتى ولو كانت حائضا. الحائض ما تصلي لكنها فيها خطبة يوم العيد، وهذه الخطبة فيها توجيه وتعليم، فهن يخرجن من أجل العلم، من أجل الانتفاع، وهذا يدل على عناية الشرع بتعليمهن. نعم.